المحامي، ويلي هن شاف اولادهم ويليام شاف خيه مرتين عم بيدفن الجثه تبعه بوقت كرمال شقفه لوح ازاز. ما بيسترجي حدا يبعت ورا وفيق صفا. نحن مشكلنا منه مع جمهور حزب الله، نحن مشكلنا منه مع التيار الوطني الحر، نحن مع العداله. لانه للي ما بيعرف سيسير روكوس زميلتنا المحاميه خيا معه بطاقه تيار وطني حر، يعني نهار يلي استشهد بالمرفأ كان ينتسب الى التيار. وانا بدعي نواب التيار والقضاة يلي ولائهم هن بيعرفوا حالهم للتيار انه رجعوا لضميركم، رجعوا للنضال الحقيقي يلي من وراه كنا على فرد قلب وطلعنا الاحتلال السوري من لبنان وكنا مع ال 15/59. هذا النضال الحقيقي يلي لازم ترجعوا له على الصعيد القضائي، على الصعيد القانوني. هذا يلي كله عم يصير هو صلبطه بصلبطه. مش اذا واحد درس له كلمتين قانون يصير بده يتصلبط على الناس، مش كل واحد درس بطريقه نرديه القانون. بده يفهموا القضاة بده يفهموا القضاة جوهر القانون. وفي قضاة ابطال مثل القاضي طارق بيطار ومثل القاضي سهيل عبود فاهمين جوهر القانون وثابتين، لانه كل واحد منا كان مات بعنهار، كل واحد منا عنده جريح، كل واحد منا عنده شهيد، ونحن ما رح نساوم على القضيه. شكرا كمان.